لكن مش كل الناس عندها القدرة على استخدام السونار المهبلي. يعني قبل ما الواحد يتخصص في الحقن المجهري لازم يكون عنده خبرة كويسة في السونار. قدرة الطبيب المتخصص في العقم والحقن المجهري على استخدام السونار المهبلي. يمكن انا دايما زي ما حضرتك قلت في الاول، احنا في البدايه خالص في بعد التخرج بنشتغل جنرال نسا وتوليد. يمكن انا دايما بقول انه معظم الزملاء شاطرين في السونار بتاع متابعه الحمل، لكن مش كل الناس عندها القدره على استخدام السونار المهبلي بما يخدم تشخيص للحاجات المتعلقه بتاخر الحمل. يعني قبل ما الواحد يتخصص في الحقن المجهري لازم يكون عنده خبره كويسه في السونار. يعني في ساعات ناس بنشوف ناس مثلا جايه عايزه تتعلم حقن مجهري بس هي ما بتعرفش تعمل سونار مهبلي، طبعا شغلها هنعلمه ازاي يعني. فطبعا لازم الواحد يقضي الاول شويه فتره ان هو بيتعلم سونار مهبلي، زي ما حضرتك قلت برضه يكون عنده حد كويس بيقدر يرجع له كل شويه ويبعت له الحاجات اللي هو شاكك فيها لحد ما يتاكد ان هو واقف على رجله في السونار المهبلي. دايما لازم يكون في ريفرنس، لازم يكون في حد تناقش معاه. طبعا لازم يكون في ريفرنس اكبر اللي هو حد نرجع له يعني. تمام. الواحد يتعلم ازاي لازم يكون في ريفرنس ونبص وراه ونشوف التقرير بتاعه ونتاكد ان احنا برضه شايفين نفس الحاجه لحد ما يوصل ليفل معين يقدر يشتغل لوحده. مش لازم يكون متخصص في السونار 100%، تمام، بس لازم يكون عنده يعني خبره معينه تقدر تخليه يقدر يعمل ده، لان في ناس طبعا متخصصه حضرتك عارف في السونار 100%، مش لازم يوصل للحته دي، بس على الاقل يعني يكون متخصص في السونار مثلا بنسبه 80%. مظبوط. تمام.